المستشار بيومي أحمد المصري أحد المرشحين لمجلس النواب لسنة 2015 عن دائرة الشرق وغرب فؤاد. في الحقيقة أنا قبل الإعلان عن الترشيح لمجلس النواب كنت يعني أرى أن المرضى في بورسعيد لا ينولون العناية الكافية، وكان مستوى تأدية الخدمة الصحية لا يليق بأي إنسان. فراودتني فكرة أن أنا أقوم بشراء جهاز غسيل كلوي وأتبرع به لأحد المستشفيات، ولتكون مستشفى الأمير العام لوجود عدد كثير من المرضى الذين يقومون بعمل الغسيل الكلوي. وهذا عمل قمت به قبل أن أنتوي الترشيح لمجلس النواب، إن أنا تعاقدت على هذا الجهاز لكي أساهم مع غيري من أصحاب الخير في المساهمة في علاج المرضى الذين يعانون من الفشل الكلوي، وهم كثيرين في بورسعيد بسبب التلوث في بحيرة المنزلة وبعض المناطق الأخرى. فتم هذا من واقع يعني نفسي ومن داخل نفسي دون النظر إلى أي دعاية انتخابية، إذ كنت أستطيع أن أؤجل هذا العمل وأقوم بصرف المبالغ التي قمت بشراء الجهاز بها في الدعاية الانتخابية أو إقامة الإعلانات أو البانورات أو غيره. وأنا فضلت أن أنا أكون مع المريض البورسعيدي أهم من ترشيحي في مجلس النواب. وسواء يعني وفقني الله أو لم يوفقني في هذه الانتخابات فسأستمر في سياستي نحو الاهتمام بالمريض البورسعيدي، لأن أنا أشعر يعني فعلا وشاهدت كيف يتعذب المريض البورسعيدي، وخصوصا مرضى الغسيل الكلوي من نقص هذه الأجهزة في بورسعيد. وأنا أنتوي أيضا حتى لو لم أوفق في الانتخابات إن أنا أستمر في سياستي نحو دعم المريض البورسعيدي ليتلقى الخدمة الممتازة والرعاية الكاملة. وسوف أعلن عن مفاجآت أخرى وشراء أجهزة أخرى لكل من مستشفى بورسعيد ومستشفى أبو فؤاد العام. أنا أقدمت على شراء هذا الجهاز الذي تكلف حوالي 82,000 جنيه، وفضلت إن أنا أشتري هذا الجهاز بصرف النظر عن عمل دعايات أو بانورات أو غيره، لأن هذا لن يفيد المريض البورسعيدي، إنما الأجهزة الخاصة بعلاج المريض البورسعيدي هي الأفيد له، وهي التي تتولى تخليصه من أي أمراض. وأنا أدعو كافة المرشحين بأنهم يحذوا هذا الحذو، بأن يقوموا بالبحث عن الأجهزة التي يحتاجها مستشفيات بورسعيد ويقومون بشرائها أفضل من الإعلانات والدعايات والبانورات التي لا تعود على المريض البورسعيدي بأي شيء. إن شاء الله سوف نقوم بتشغيل الجهاز غدا في تمام الساعة 12 ظهرا بالمستشفى الأميري، وسوف نقوم بتشغيله على أحد المرضى الموجودين حتى نضمن أنه يستخدم فعلا. وسوف نتابع استخدام المرضى لهذا الجهاز على فترات متقاربة. وهناك مشروع في إنشاء جمعية خيرية تتولى مهمتها صحة المرضى، وتتولى علاج المرضى من أي مرض قد يطرأ عليهم، على اعتبار أن دي أصلا هي سياستنا، سواء تمت الانتخابات أو لم تتم، أو لم أنجح في الانتخابات أو لم أنجح. وسوف أسير في هذا الطريق إن شاء الله، لأنه هو بيفيد المريض وبيفيد المجتمع البورسعيدي أكثر من أي حاجة. وأدعو جميع المرشحين إن هم يعني يتقوا الله في الإعلانات وفي البانورات، وأن يقوموا بالبحث عن الأجهزة التي تعالج المريض أفضل من أي إعلانات أو بانورات يمكن استخدامها في الدعاية الانتخابية. شكرا جدا لحضرتك.